اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا الجمال عدى الكلام. ده رز بسمتي عاملاه بطريقه حلوه جدا، يا رب تعجبكم. طبعا انا عملته قبل كده معاكم على القناه، تعالوا ما اقول لكم عملته ازاي. جبت هنا طبق بلاستيك وحطيت فيه كيلو من الرز البسمتي. طبعا الرز البسمتي ده اللي حبايته طويله، نوع فاخر ونوع نظيف انضف نوع. جبت الرز البسمتي حطيته في الطبق البلاستيك وهنزل عليه بميه سخنه من الكتل، هسيبه حوالي تلت ساعه. بعد تلت ساعه هجيب هنا حله واحط فيها معلقه من السمنه وشويه صغيرين من الزيت واسيبهم يسخنوا كويس جدا. دي بقى البهارات اللي هنزل بيها في الحلة اللي في الطبق دي: 3 ليمون لومي، 4 حبهان، 2 ورق لورا، معلقة كبيرة كركم، 2 مرقة دجاج، 2 عود قرفة خشب، كام واحد قرنفل، كام عود قرنفل. انا عايزة اقول لكم على حاجة. طبعا انا عاملة مقاطعة لمرقة الدجاج، بس المرقة دي عندي من زمان، بس انا دلوقتي ما بشتريش اي حاجة تبع المقاطعة، عاملين مقاطعة على كل المنتجات. جبتهم وحطيتهم في الحلة وقلبتهم كويس جدا. بعد كده صفيت الرز ونزلت عليه. بعد ما صفيت الرز ونزلت بيه في الحلة مع البهارات كده وقلبتهم مع بعض كويس جدا، سبتهم حوالي دقيقتين عشان الرز ما يكونش فيه ولا نقطة مية. فضلت اقلبهم في بعض كويس جدا. بعد كده كنت مسخنة مية في الكتل، نزلت على الرز، غطيت الرز وحطيت عليه شوية من الملح. وبعد كده بدأ يغلي معايا، وطيت عليه. اول ما بدأ يغلي معايا ويشرب المية، بيبدأ يشرب ميته، بيبقى فيه حاجة بسيطة خالص من المية كده، بسيط خالص على الرز، بوطي عليه واسيبه بقى يستوي كويس جدا. طبعا بيطلع مفلفل. بصوا الحباية اهو، كل حباية لوحدها مفلفل جدا. طبعا انا عملته معاكم قبل كده على القناة والحمد لله كانت طريقة ناجحة جدا، معدية 17,000 مشاهدة. يا ريت بقى الفيديو ده يجيب نفس المشاهدات، يعدي 17,000 زي فيديو الرز البسمتي برضو. أهم حاجة يا حبايب قلبي اللايكات، لأن اللايكات هي اللي بترفع من الفيديو، لأن الفيديو التاني لايكاته يعني عالية، فعلشان كده جاب مشاهدات عالية. جربوه بالطريقة دي مش هتندموا أبدا. بصوا الجمال عدى الكلام، مفلفل وتحفة. وطبعا عملت معاكم برضو قبل كده الرز الريزو على القناة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم يا أحلى ناس في الدنيا، وجربوه بالطريقة دي هتعجبكم جدا. أهم حاجة اللايك. مع السلامة يا حبايب قلبي.